نتيجه لتوليد المياه الطاقه المائيه من السد العالي، ودي في اسوان واسيوط ومحافظات الصعيد. والطاقه الناتجه عن الشمسيه تعتبر الطاقه الشمسيه من افضل انواع الطاقه الكهربائيه لانها لا تلوث البيئه. يبقى احنا اعزائي الطلبه والطالبات عرفنا انواع الكهرباء في مصرنا الحبيب. في حمله اطلقتها رئاسه الجمهوريه وهي حمله معا لترشيد الكهرباء. في الطلبه عندنا عاملين لافتات معا لتوفير الطاقه. قبل ما نبدا معاهم هنتكلم عن الحمله اللي قامت بها الدوله. نظرا للظروف التي تمر بها العالم والحرب في ايران وغيرها من الحروب ادى الى تقليل استهلاكنا للطاقه. انت كطلاب وكاولياء امور هنعمل ايه؟ اول حاجه كطالب الاستخدام السليم للكهرباء. في بعض الارشادات مدرسه سراج الدين وكفر ميت الحرون يتابعوا معايا عشان يحاولوا ينفذوها في مدارسهم ومنازلهم وغيرهم من استخدام الطاقه لتعرف قيمه الكهرباء. اول حاجه عشان تعرف قيمه الكهرباء ماذا يحدث لو لا توجد كهرباء في حياتك؟ شوف هتعمل ايه؟ مجرد دقيقه كده تتخيل لا كهرباء في حياتك. يعني حاجه صعبه جدا، مش هتعرف تخش دروسك، مش هتعرف تخش الفصل، مش هتعرف تخش المنزل بالليل وغيره. يبقى لا يوجد كهرباء في الحياه، الكهرباء عصب الحياه. يبقى احنا عرفنا قيمه الكهرباء. تمام كده. الارشادات بقى اللي قامت بها الدوله واحنا معاها ويجب ان تنفذها. اول حاجه غلق المحلات بعد الساعه 9، دي فتره استثنائيه. العالم كله عمل حملات توحيد الكهرباء واحنا بنقدم مدرستي سراج الدين وكفر ميت الحرون شعار معا لحياه افضل بطاقه اقل. هنشوف اللافتات اللي عاملينها الطلاب ونشرح مع بعض. اول حاجه وريني اللافته بتاعتك. حملة توزيع كهرباء. دي حملة ترشيد الكهرباء وعايز ينفذها. نيجي بقى تعالى فرق حملة توفير الطاقة. حملة توفير الطاقة النظيفة. نيجي بقى على لافته برضك او شعار رفعه محمد حسين وهو اسمها ايه؟ الكهرباء نعمة حافظ عليها. فعلا الكهرباء نعمة يجب الحفاظ عليها. تعالى وانت عامل لافتة ايه؟ طاقة أقل. لو ليك طاقة أقل لمستقبل أفضل. فعلا يا جماعة طاقة أقل لمستقبل أفضل. تعالى يا صبي عايز ايه؟ عادات ذكية شغل غسالة بأعمال كاملة صيانة الأجهزة. برافو عليك. في عادات يا اولاد يجب تطبيقها في المنازل وكافة المنازل. أول حاجة تشغيل التكييف على قدرة أقل، أو تشغيل المراوح بدل التكييف بتوفير أقل. ثاني حاجة غلق المصابيح عند الخروج من الفصول والمنازل. دي حاجات عادات ايه؟ استخدام اللابتوب بدل الكمبيوتر العادي. استخدام الشاشات الكبيرة بدل من التلفزيونات العادية. كل ديت أشياء بتقلل توفيرك للطاقة. كلم خد كفايتك تنعم نعمتك. برافو عليك. خد كفايتك تنعم بحياتك. في شعار برضك ندوة عليك عليه. في شعار تاني؟ ماشي تعالى هبدأ الشعار خالص. ماشي قول يا شعار تاني. أنا موفر وأوفرها لبطل. أي الشعار بتاع مدرستنا وبتاعنا اهيت أنا موفر وأوفرها ببساطة. موفر وأوفرها ببساطة. كل دي يا أولاد شعارات. حد هيقول حاجة؟ طيب تعالى. كل دي شعارات المدرستين هتعملها. مدرسة سراج الدين وكفر ميت الحرون ديت حملة معا لتوفير الطاقة قامت بها رئاسة الجمهورية واحنا معاك. نيجي بقى على شعار المجد. قول يا الشعار بيدك التغيير لغد بلا تبذير. برافو عليك. يبقى الشعار بيدك التغيير لغد بدون تبذير. اولا يبقى الحمله ديت الاستاذ محمد برضك بيركز غلق المصابيح بتاع الفصول والمنازل عند الخروج، والمراوح برضك ما تستخدمهاش. طيب في نقطه برضك هنسالها اللي هي الاستفاده بالنور الطبيعي بدل استخدام الكهرباء بالنهار. حاول تعتمد على النهار الطبيعي في
توفير طاقتك. نشكر اول حاجه الفريق والحمله اللي احنا عاملينها الطلاب اللي عملوا مجهود معانا تحت شعار غدا افضل بطاقه اقل، وشكرا لحضراتكم.